فيكم؟ سلا تكونوا بخير صحابي وكل شيء تمام. انا مهبلي كدا رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون غير الفيديوهات اللي انا متعوده اعمل لكم اياها. ليش حبايبي؟ لانه حبايبي شو حنشوف هذا الفيديو؟ حنشوف مجموعه من المعلومات وهيك نظره عامه حول تخصص الحقوق، لانه كثير اشخاص رايحين يدرسوا هذا التخصص ولاول مره، واتمنى لكم توفيق في هذا المجال. من اجمل التخصصات اللي فيكم تدرسوها حبايبي، وانا من المغرمين بهذا التخصص باعتباري انا خريجه حبايبي كليه الحقوق والعلوم السياسيه، فحبيت اني احكي لكم اهم المعلومات في هذا المجال ويكون عندكم كمان نظره في هذا المجال. والناس اللي دخلت على هذا الفيديو وهن مش مهتمين بهذا التخصص او هو مش تخصصهم، ف يمكن 90% ما راح يشوفوا هذا الفيديو، بس اتمنى من كل قلبي انكم تشوفوا هذا الفيديو حتى يكون في عندكم ثقافه بخصوص هذا المجال، وكمان حتى تعرفوا حالكم اذا صارت في عندكم مشكله في اي قضاء بدكم تروحوا الى القضاء العادي او القضاء الاداري. يعني احكي معلومات كثير مهمه ومفيده وبسيطه، يعني اي شخص فيه يفهمها حتى لو ما كان دارس هذا المجال. واذا يعني ما حبيتوا تشوفوا هذا الفيديو، اتمنى من كل قلبي انكم ما تروحوا على قناه ثانيه، خليكم على قناتي في فيديوهات غير. انا عامله تحديات، عامله هيك حفلات اعياد الميلاد، وكمان هيك يعني مشاركه معكم كثير شغلات، ومشاركه معكم كمان فيديو حفله تخرج. حط لكم رابط في صندوق الوصف. ايش بدي لكم؟ اتمنى انكم تدعموني. وهلا حبايبي خلونا نبلش في هذا الفيديو يلي راح حنشوف فيه اول شيء شو هو تخصص حقوق، كمان انواع المقاييس اللي حتدرسوها في هذا التخصص، وكمان واهم شيء اللي كل الناس بتطلب مني اني اعمله هو كيف هو شكل الامتحانات وكيف هي انواع الاسئله، شو هو نوع الاسئله اللي بيطرحون الاساتذه في تخصص الحقوق، وكمان فروع الحقوق حتى تعرفوا في اي فرع بدكم تروحوا، سواء قانون خاص او قانون عام. وانا حبايبي بالمناسبه انا دارسه قانون عام، وانا من عشاق القانون العام حبايبي. وهلا حبايبي شو بدي لكم؟ اذا اول مره تشوفوا هاي القناه اتمنى انكم تشتركوا على القناه، حطوا لي لايك، هذا اللايك راح ينفعني صدقوني وما راح يضركم. وكمان اتمنى انكم تشيروا القناه مع اشخاص تعرفون انه هن مهتمين بهذا المجال كمان. وهلا بدون ما اطول عليكم كثير خلونا نبلش الفيديو. بالنسبة للطلبة اللي اختاروا تخصص حقوق راح تدرسوا في كلية اسمها كلية حقوق والعلوم السياسية. في هاي الكلية في تخصصين، التخصص الأول هو تخصص حقوق العلوم السياسية، فراح أحكي اليوم على مجال الحقوق. حبايبي لما تروحوا على الجامعة راح تلاقوا شغلة، أول مصطلح يمكن إنكم تلتقوا فيه هو مصطلح مقاييس أو مقياس، وهذا المصطلح حبايبي معناته مواد. المهم حبايبي هاي المقاييس راح بتلاقوا نوعين من المقاييس، في المقاييس الأساسية وفي المقاييس الثانوية. المقاييس الأساسية حبايبي هي المقاييس اللي مجبور أي طالب حقوق إنه يكون يعرفها ولازم إنك تفهمها، لأنه هي الأساس، هي الأساس تبع الحقوق. إذا أنت مش فاهم هاي أو أنت طالب يعني مش فاهم كتير منيح هاي المقاييس، ما فيك تقول عن حالك إنه أنت طالب حقوق. أوكي؟ المقاييس الثانوية حبايبي هي مقاييس بيقولوا لها المقاييس الاستكشافية، وهي المقاييس هي مانا كتير مهمة، بتعتبر مقاييس ثانوية. وهي المقاييس حبايبي أنا بعتبرها شخصيا إنه هي مقاييس ثقافية بتخلي يعني بتنمي ثقافة طالب الحقوق بخصوص الحقوق والقانون. بمعنى حبايبي حبايبي تاريخ النظم يلي كتير ناس ما بتحبه تدرسوا فيه تاريخ القانون، تاريخ الحقوق، كيف صارت عندنا حقوق، كيف صار عندنا واجبات، كيف هيك كيف صار، شو هي المراحل اللي مر عليها القانون اللي عندنا حاليا حتى وصل للقانون اللي هو موجود في الشكل اللي نحن عم بنشوفه هلا. هذه هي حبايبي المقاييس الاستكشافية. وكمان حبايبي بتلاقوا اللغة الإنجليزية كمان، وكمان في مقياس كتير مهم هو المقياس المنهجية. هذا من أهم المقاييس اللي كل الطلبة بيدرسوها، سواء كلية حقوق والعلوم السياسية، سواء كلية الاقتصاد، سواء كلية العلوم الاجتماعية. حبايبي هذا المقياس المنهجية هو اللي يفرجيك طريقة التفكير أو طريقة القيام ببحوث أو يعني هيك، أو طريقة التعليق على نصوص قانونية أو طريقة تحليل النصوص القانونية. هي المنهجية هي طريقة هي الطريقة يعني كيف فيك تعمل بحث أو تعمل تعليق أو هيك، يعني زي ما شرحت لكم. انا ما راح اشرح لكم هون كل شيء بالتفصيل، انا بدي بس في هذا الفيديو اني اعطيكم معلومات عامه حول الحقوق يلي من الاحسن يعني من الحلو منكم، مبادره منكم يا حلوين انكم تشوفوا هذا الفيديو وهيك بتدوروا على المعلومات قبل ما تروحوا على الجامعه. على الاقل بيكون في عندكم نظره او حتى تعرفوا انتم لوين رايحين، يعني وين راح تحطوا رجليكم. عرفتوا كيف؟
اما حبايبي هذا بالنسبه لهاي المقاييس المشتركه. هاي المقاييس المشتركه بندرسها حبايبي في السنه الاولى والثانيه باعتبار ان احنا لساتنا جذح مشترك. بس حبايبي توصلوا للسنه الثانيه بعد ما تنجحوا ان شاء الله. قبل ما نروح للسنه الثانيه حبايبي، في كل هاي السنوات اللي رح تدرسوها في الجامعه في شغلتين كتير مهمين، في المحاضرات وفي الاعمال الموجهه. المحاضرات حبايبي رح تكون في مدرج، هذا المدرج رح يجي استاذ بيشرح لك هذا المقياس الفلاني، بيشرح لك اياه وخلاص. بعدين حبايبي في اعمال موجهه، في هاي الاعمال الموجهه حبايبي رح تدرسوا بس المقاييس الاساسيه، يعني المقاييس المهمه. في هاي المقاييس حبايبي في الاعمال الموجهه شو رح يكون في بحوث، يعني رح يعطيكم الاستاذ مجموعه من العناوين ويقسموكم هيك على شكل مجموعات، يعني هيك حتى يخلوك تتعود انك تتعامل مع فريق ومش عارفه شو هيك، يعني بتتواصل مع الاشخاص، يعني بيطوروا عندكم حبايبي مهارة التواصل. لا تفكروا حالكم انكم رايحين على التلفاز مش عارفة شو، لا يعني هذا شيء ثاني، يعني انكم هيك بيطوروا لكم مهارة التواصل. لا بس حبايبي هذا يعني هاي البحوث حبايبي رح تشتركوا فيها انتم مع مجموعة من الاشخاص اللي بيدرسوا معاكم في نفس القسم، يعني بيعطيكم الاستاذ مجموعة من العناوين. في اساتذة هي يلي بتجبرك انك تاخذ هذا العنوان، في اساتذة يعني يخلوا الاختيار للطالب. شكرا كثير من هذا المنبر. المهم حبايبي هيك رح يكون العمل في الاعمال الموجهة، وكل اسبوع رح يكون في مجموعة من الطلبة رح يعرضوا يعني يعملوا القاء للبحث تبعهم. ودائما حبايبي هاي العناوين اكيد رح تكون عناوين من هذا المقياس المعين. فهذا حبايبي بشكل عام شو رح تشوفوا في الجامعة. هلا حبايبي خلونا نرجع للسنة الثانية، ما كملنا. المهم حبايبي في السنة الثانية شو رح يصير؟ في السنة الثانية حبايبي يمكن انكم رح تودعوا اصدقائكم واحبابكم باي باي، لانه حبايبي ما رح يمكن اذا ما اختاروا نفس التخصص. غالبا ما دائما ما شفتوا انه غالبا الاصدقاء دائما بيختاروا نفس التخصص، حتى بتشوفوا كيف التفاهم بيناتهم. المهم حبايبي في السنة الثانية رح تختاروا التخصص، وهون حبايبي في تخصص حقوق في فرعين، بتلاقوا التخصص القانون العام والتخصص القانون الخاص. في اشخاص رح تحتار شو بدها تختار، خاصة اذا مش كانوا كتير فاهمين المجال اللي هن عم بيدرسوه، شو بدهم يختار قانون عام او القانون الخاص. هلا رح احكي لكم بكل بساطة شو هو القانون العام وشو هو القانون الخاص. القانون العام حبايبي هو القانون اللي ينظم العلاقات بين إدارة وإدارة، إدارة ومؤسسة، إدارة ودولة، وكمان حتى فرد، يعني فرد مع إدارة وفرد مع مؤسسة. العلاقة اللي بيناتهم بينظمها قانون. شو اسمه هذا القانون؟ هو القانون العام. أما الشغلة الثانية هي القانون الخاص. شو هو القانون الخاص؟ القانون الخاص هو اللي ينظم العلاقات الموجودة بين فرد وفرد. أنا وفلان عملنا هيك في تعامل بيناتنا، هذا الشيء بيشكل علاقة بيناتنا. هاي العلاقة شو بيحكمها؟ يحكمها القانون الخاص. مثلا أنا شو هي العلاقات؟ مثل علاقة البيع والشراء، معاملة البيع والشراء. هاي خلينا نقول علاقة بيع وشراء بيناتنا، فهاي العلاقة بشو يربطها القانون الخاص. هون حبايبي إذا صارت في مشكلة بيناتنا، هون رح نروح للمحاكم العادية، وهي المحاكم العادية بنلاقي الغرفة التجارية، وهون رح نعمل يعني هون رح نحل مشكلة أنا وياه. شو رح أعمل؟ يعني شو رح أعمل؟ بضربه؟ ما بيصير أضربه. شو رح نعمل؟ المهم حبايبي هون شو بدي إياكم تفهموا حتى تعملوا تفرقة سهلة كتير بين القانون العام والقانون الخاص. القانون العام دائما أو غالبا ما تلاقوا فيه دولة وإدارة. دولة واحد منهم إذا كان في دولة، فإذا مثلا أنا عملت علاقة مع مؤسسة أو علاقتي هيك بتتعلق يعني بشيء هيك، يعني بتعامل مع دولة عن طريق واحد من الأشخاص المعنوية تبعها، فهون حبايبي في هاي الحالة أنا رح أروح للقانون العام. وإذا مثلا تعاملت مع إدارة فكمان رح أروح للقانون العام. بس إذا كانت علاقتي مع شخص عادي يعني زيي، هو لا إدارة ولا أي شيء، هاي الحالة حبايبي رح نروح للقانون الخاص. هيك بكل بساطة أنا فهمتكم شو هو القانون العام شو هو القانون الخاص. بعدين رح تتفرعوا فيه أو رح تعرفون كثير منيح بس تبلشوا دراستكم، لأنه أكيد الأساتذة رح يحكوكم على هذا الشيء. شو بدي أقول لكم حبايبي؟ بالنسبة للامتحانات،
بالنسبة للامتحانات، وهذا السؤال اللي كثير طرحتوه علي، امتحانات حبايبي رح تكون كالآتي. الامتحان رح يكون مجموعة من الأسئلة، هذا بيرجع للأستاذ. في أساتذة بيعطوكم سؤال واحد ويكون الحل تبعه على شكل مقال، إنه فيك هيك تجمع هيك معلومة من هون ومعلومة من هنيك حتى تعمل هذا المقال، يعني بيسهل عليك. بس الامتحان بس إذا كان الموضوع فيه كثير أسئلة، فأكيد كل سؤال في عنده درس محدد حتى تجاوب عليه. هذا بالنسبة لكيف بيكون شكل الامتحان. اما حبايبي كمان في شكل ثاني كتير مهم، بعض الاساتذه بيعطيك تعليق على ماده قانونيه او تحليل نص قانوني. هذا من اهم الشغلات اللي طالب الحقوق لازم يتعلمها، وهي الشغله حبايبي رح تتعلموها في مقياس المنهجيه، رح يفرجيكم طريقه التحليل والتعليق على النصوص القانونيه والقواعد القانونيه. هذا حبايبي بالنسبه لشكل الامتحانات. كيف بتكون الاسئله حبايبي؟ في الأسئلة، غالب الأسئلة كيف بتكون؟ بيعطوك قضية، مثلا فلان صارت له مشكلة هيك وباعوا سيارته وجوزته بدها تطلق وفي عنده أولاد نفقة هيك، يعني بيعطيك هيك مواضيع. بعدين حبايبي بيقلك فرضا انت قاضي او فرضا محامي او فرضا انت مستشار قانوني، كيف راح تحل هي القضيه. وهون حبايبي بتصير تعطيله الحلول. وهون حبايبي كتير مهم، وفي اساتذه بيشرطوا هذا الشيء بيكون هو ما له اجباري، بس في اساتذه بيخلوه اجباري انك هيك تعطي دليل عن طريق المواد اللي انتم درستوها. هون حبايبي بنروح مباشره للسؤال الثاني اللي بينطرح كتير علي، هو اذا انا كطالب حقوق هل انا مجبور انه احفظ كل القواعد القانونيه اللي موجوده في القانون؟ لا حبايبي، هون انت مانك مجبور انه تدرس كل القواعد القانونيه، لانه حتى في دراستك مع الاساتذه تبعك انت ما راح تدرس كل القواعد القانونيه، راح تدرس بس اهم القواعد القانونيه اللي جد بتحتاجها، وهي القواعد القانونيه اللي غالبا تخدم الدرس تبع هذا الاستاذ. عرفتوا كيف؟ وبالنسبه للحفظ حبايبي، اذا كان هذا الاستاذ بيجبركم انكم تحطوا قاعده قانونيه من المفروض، وكل الاساتذه اللي درست عندهم انت بتكتفي بس انك تحط الماده ورقم الماده ورقمها، هذا بكفي، يعني انت ما انك مضطر انك تكتب محتوى كل هاي الماده. اتمنى انه من هذا الفيديو انه انا شرحت لكم بشكل عام وجاوبت على الاسئله العامه بخصوص هذا التخصص. شو بدي لكم؟ برافو عليكم، وممتاز من احسن شيء انتم عملتوه انكم اخترتوا تخصص حقوق اللي دارسين شعبة الاداب. فهو من اجمل التخصصات ومن احلى التخصصات ومن اكثر تخصصات عملية، لانه هذا التخصص ما بيساعدك بس حتى تدور على شغل، هذا التخصص يساعدك في حياتك اليومية، مو حياتك بس، حتى حياة عيلتك، حياة جيرانك، أصدقائك. أنت فيك بتعرفهم على حقوقهم، بتعرفهم على واجباتهم، يعني بتساعدهم إذا صارت لهم هيك مشكلة شو هي الإجراءات القانونية يلي فيهم يعملوها حتى يعني بيسترجعوا حقهم، أو حتى يتجنبوا إنه حدا هيك بيلعب عليهم. عرفتوا كيف؟ فهو صدقوني من أجمل التخصصات وكتير مفيد في حياتنا اليومية. هيك وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى إنه هذا الفيديو جاوب على الأسئلة اللي كانت بتدور في أذهان كتير أشخاص رح يعملوا هذا التخصص، وإلكم كمان بالتوفيق في هذا المجال. أتمنى لكم كل النجاح في دراستكم. على فكرة حبايبي، أتمنى إنكم تروحوا تشوفوا الفيديو تبع التخرج تبعي، حاطط لكم الرابط في صندوق الوصف، اعتبروه كتحفيز لإلكم، أو حتى تتخيلوا حالكم واصلين لهذا اليوم، راح توصلوا له ان شاء الله لهذا اليوم واحسن بكثير من هذا. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. اتمنى انه هذا الفيديو كان خفيف ظريف واهم شيء يكون مفيد لكم. شو بدي لكم؟ بحبكم كثير، دوري بالكم حالكم. اتمنى انكم تشتركوا على القناه اذا لسه مش مشتركين على القناه حتى تدعموني. حطوا لي لايك لانه هذا اللايك ينفعني وما يضركم. كمان تسيروا هاي القناه مع اصدقائكم او اشخاص تعرفوا انهم هن رح يدرسوا تخصص حقوق. شو بدي لكم هلا حبايبي؟ بشوفكم فيديو جاي. يلا باي. Smiley, smiley.